ابنك ما بيعرفش يفرق كويس ما بين حرف الباء والتاء والثاء، وبيتلخبط جدا اثناء القراءة او الكتابة. اطفال كتيرة بتجيلي في صف خامس او رابع حتى او سادس بتتلخبط ما بين الثلاث حروف دول، وبيواجهوا مشكلة في الاملاء لما بيجي يتملوا مش عارفين الفرق ما بين الثلاث حروف دول. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحل مشكلة عند اغلب الناس، حرف الباء والتاء والثاء. هنربط الثلاث حروف دول بمعلومة، كل حرف بمعلومة عشان يثبت في دماغ الطفل، فلما يجي يتملى أو يجي يقرأ يفتكر المعلومة دي ويعرف الحرف صح. أول حاجة حرف الباء. حرف الباء يعتبر البيزك ما بينهم. هنعمل طبق كده وعنده نقطة تحت، يبقى ده اسمه ايه؟ باء. باء بطة مثلا، انتي معلماه باء بطة لو الطفل لسه صغير، يبقى دي اسمها ايه؟ باء بطة، عندها نقطة تحت، البطة قاعدة تحت اهي. تمام. نيجي بقى لحرف التاء. حرف التاء هنعمل كده برضو اهو، وتاء تفاحة عند تفاحتين، تفاحة ليك وتفاحة ليا، يبقى بقى بط عندها نقطة تحت، تاء تفاحة عندها تفاحتين، تفاحة ليك وتفاحة ليا. طب حرف الساء، كل الأطفال اللي معايا أنا معلمة لهم حرف الساء إن هي الحرف الشرير، ساء ثعبان الشريرة. طيب ليه شريرة؟ عشان عندها 3 نقط بحالهم. تعالوا يلا نكتب الساء. تعالي يا ساء يا شريرة، ساء ثعبان الشريرة. نقطة، 1 2 3. برافو. يبقى الباء عندها نقطة تحت ونقطة واحدة تحت، تاء تفاحة عندها تفاحتين، تفاحة ليك وتفاحة ليا. ساء ثعبان الشريرة عندها 3 نقط. عندها كام نقطة؟ 3 نقط. طب هنعمل تمرين عشان الطفل يفرق ما بين الثلاث حروف دول. أول حاجة هنكتب له حروف هو عارفها، حرف الميم مثلا، حرف الدال، حرف الحاء، بعدين حرف الباء، اللام، التاء، الجيم، وبعدين الساء. انا كده حطيت له الحروف اللي انا عايزه اختبره فيها ما بين حروف هو عارفها، يعني هو عارف الحروف الباقيه دي بالفعل. تعالوا كده نساله، يلا حرف ايه ده؟ حرف الميم، برافو بطل نجم. طيب حرف ايه ده؟ حرف الدال، ممتاز ممتاز ممتاز. حرف الحاء، شطور. طب حرف ايه ده؟ حرف الباء، ممتاز. حرف ايه ده؟ حرف اللام، ممتاز. طب حرف ايه ده؟ هيقف. مش عارف. انت بقى هتفكريه بالمعلومة اللي انت مثبتاه في دماغه بيه. حرف ايه ده؟ تفاحتين، تفاحة ليك وتفاحة ليا، يبقى حرف ايه؟ هيقولك حرف التاء، ممتاز ممتاز، واديله نجوم كتير. حرف ايه ده؟ حرف الجيم، شطور. طيب حرف ايه ده بقى؟ هيقولك التاء. لا مش التاء، دي الشريرة. انت كده بتفكريه بالمعلومة المربوطة في دماغه. الشريرة يبقى ساء ثعبان الشريرة، شطور ممتاز. يبقى انا كده فرقت له ما بين الثلاث حروف، معلومة ثابتة في دماغه. الباء نقطتها تحت، التاء تفاحة، تفاحتين، تفاحة ليك وتفاحة ليا. ساء ثعبان الشريرة عندها 3 نقاط. لو عاوزة تأسسي طفلك في الحروف أو في مرحلة القراءة أو الكتابة أو في النحو، تواصلي معايا.